عندما دخلت القومية العربية علينا بطريقة بفكرتها الغربية والشرقية، يعني بنمطها الغربي والشرقي في 100 سنة الماضية، من كان سبب نكبات القرن العشرين عند العرب؟ 48 من سببها؟ حكام العرب. من سبب 67؟ الحكام العرب. من سبب 9/4؟ الحكام العرب. يا أهلا بالمعارف يا مهدي من يشارك وين الرئيس بذلك ونطلع منصورين. يا أهلا بالمعارف يا مهدي من يشارك وين الرئيس بذلك ونطلع منصورين. ملايين الشعب الكعب كلنا جاهزين كلنا جاهزين كلنا جاهزين. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. عبد الناصر مات سنة 67 وظل يقاوم سنوات قليلة، لأنه حصل انكسار في أشياء كثيرة نتيجة أن احنا ملأنا أنفس الناس وعقول الناس بتوقعات هائلة خيالية، وكان الواقع أكثر تواضعا. وجت نكبة 67 التي ظلم فيها الشعب وظلم فيها الجيش الذي لم يمكن من أن يدافع عن كرامته أو عن البلد. فأتصور أن عبد الناصر كان سيتجه تدريجيا إلى مزيد من الانفتاح السياسي، لكن يعني يقيد ذلك أن زعامته الأبوية كانت زعامة طاغية، معرفش إزاي كان يقدر يوفق بينها ويخلق تعددية حقيقية. على أي حال التاريخ مراحل. جاء الرئيس السادات وأحدث هذه النقلة مع بقاء ما أسميه أنا الجمهورية المطلقة. الرئيس عبد الناصر أرسل قوات إلى سيناء، وطبعا هذه القوات حينما وصلت إلى سيناء انتشرت، لكن هذه القوات كانت استعراضية وليست للقتال، وهذا يشكل خطورة في الاستراتيجية العسكرية. يعني إذا كانت الدولة تستعرض قوتها وهي لا تتمكن من رد أعدائها، معناها أنها الدولة سوف تتعرض إلى كارثة كبيرة. انتهت الحرب التي لم نحاربها، والتف الشعب حول جمال عبد الناصر مطالبا ببقائه. وبعد أن هدأت صدمة النكسة، طرح ناصر مشروعا إصلاحيا لم يجد طريقه إلى النور، وما زالت الأسباب مجهولة حتى الآن. في هذه الفترة بالذات حصل مناقشات في الاتحاد الاشتراكي وفي مؤتمر الاتحاد الاشتراكي وفي اللجنة المركزية حول هذه الفكرة بالذات، وقال لهم بصراحة، وموجود هذا في المسجلات التاريخية، موجود هذا الكلام، في ان احنا مقبلون على تعددية، ومن ثم نحن نحرص على بناء حزب الثورة تحت اسم التنظيم الطليعي السري، من اجل ان تتكون كوادره، بحيث لحظة إعلان التعددية الحزبية يكون حزب الثورة جاهز بكوادره، جاهز بقدراته، جاهز بخبراته، جاهز بتجاربه، يستطيع أن هو يقف في ندية مع ما سوف ينشأ من أحزاب في ذلك الحين حسب تعبيره، لأننا مآلا لابد أن ننتهي إلى تعددية الحزبية. صيغة تحالف الشعب، قوى الشعب العاملة، هي كانت صيغة لما شاملة، لكن ما كانتش تؤدي إلى ما تصبو إليه ثورة يوليا من يحصل تعددية، لأن ثبت من أحداث معينة، سواء في تجربة الوحدة والانفصال، سواء في تجربة التعامل العربي عموما، سواء في التعامل مع الأحداث اللي مرت بمصر من 56 إلى 67 إلى إن صيغة الحزب الواحد، وخدنا تجارب من بره كمان، الجزائر وغيره وغيره، يعني صيغة تجربة الحزب الواحد صيغة ليست ناجحة. ومن هنا بدأ التفكير في انك انت تعدل من هذه الصيغه وتمارس نوع من انواع الفتح، مش هقول الانفتاح،
انما فتح المجتمع بحيث ان يبقى فيه تعدديه سياسيه فكريه وعقائديه. عبد الناصر في فتره بعد فشله قدم استقالته، ونحن نرى اليوم ان هذا مستحيل، ليس مستحيل وانما غير ممكن تصوره لدى اي زعيم من الزعماء الذين اتوا بعد عبد الناصر باسم القوميه او بدون الحديث عن القوميه. وفي العراق انتهت الحرب على إيران بمصالحة أطلق عليها الخميني كأس السم، فيما اعتبر صدام نفسه منتصرا. انتهى صدام من حرب إيران في العام 1988، وفي العام 1990 ينطلق في حرب جديدة حاول من خلالها تطبيق وحدة عربية من نوع جديد لم تعرفه شعوبنا من قبل، حيث دخل بالقوة وتحت شعار مزعوم باستعادة المحافظة العراقية 19 إلى الكويت. لا ما في يا حبيبي الجامعة العربية ما توافق، ما في بالجامعة العربية القرار ضد الأردن توافق على القرار، اليمن توافق على القرار. في القاهرة تنعقد قمة عربية طارئة لبحث اتخاذ إجراءات ضد احتلال صدام للكويت، وهي القمة التي شهدت انقساما عربيا حادا مهد لدخول القوات الأجنبية إلى المنطقة، خاصة بعد استعداد صدام لدخول دول الخليج الأخرى. المملكة العربية السعودية موافق؟ فشل مع القرار. الكويت مع القرار. دولة الإمارات العربية المفروض تحفظ يكون أكثر مع القرار. قطر، سلطنة عمان مع القرار. البحرين مع القرار. مصر مع القرار. سوريا الجزائر يمتنع. المغرب مع القرار. الصومال مع القرار. لبنان جيبوتي مع القرار. كم واحد مع القرار كم واحد ضد؟ I think that the Arab leaders are capable to find the solution for this problem without any foreign intervention at all. We shouldn't be nervous in dealing with such problems.